السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم مزيانه؟ وليداتكم اهاليكم نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وفي تمام الصحه والعافيه ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم كيفاش حتى تزوجت. يعني صافي من بعد ما صارت الدراسه الجامعيه ديالي رجعات حليمه لعادتها القديمه، دار الميناج وتشطب وتخمال وتنقاش وتقري ودير بزاف ديال الامور. فما استسلمتش وماشي هادشي اللي كنت كندير بوحدي، يعني راه دفعت لوظائف اخرى، وظائف مع الدوله، مثلا دفعت للتعليم، دفعت للشرطه، دفعت للموظفي السجون، دفعت بزاف ديال الكونكورات اللي كيكونوا، يعني ما تقبلتش فيهم، ما كانش عندي الحظ، ما كنستوفيش الشروط انني نتوظف في هذه المهن هذه. داكشي علاش رجعت كما قلت لكم كندير المهنه ورجعات حليمه لعادتها القديمه، لانه ما كانش عندي الحظ في هذيك الامور هذيك اللي نوعا ما زوينه مقارنه مع داكشي اللي كنت كندير. فملي رجعت صافي لدارنا، ملي رجعت جلست عاوتاني كنشقى وكندور وهنا ولهيه وتماره وتكرفيس، خصوصا وقيت البرد كتكون المعاناه غير مع البرد ومع الظروف القاسيه اللي كنا كنعيشوا فيها وبزاف ديال الامور، كانت كتكون المعاناه مطوبله. ولكن الحمد لله على كل حال. المهم انه قصه زواجي كتبدا من نهار جاو شي ناس عند اهلي، الناس اللي كنت انا كنخدم عندهم، اللي قلت لكم انهم كيكونوا على برا، هما كيعرفوا ديجا شي واحد كان باغي يتزوج، راجل باغي يتزوج. المشكل انهم انا ملي كنخدم عندهم وكل شيء ما قالوا لي حتى حاجه، انا ما كلمونيش في الموضوع، ما قالوش لي مثلا راه كاين شي واحد كيقلب باش يتزوج هذا كيقلب باش يتزوج، واش زعما انت قابله، واش زعما يقول المواصفات ديالو، واش كيدير واش ما كيدير، وانت واش باغا واش ما باغاش، شنو شروطك وهذه. لا، ما هضروش معايا بتاتا في الموضوع، فهما مشاو ديريكت هضروا مع والديا ديريكت عطاو الموافقه، ما سولوا لاش كيدير لا فاش كيخدم واش كيكمي واش كيشرب واش هادي. هما بحال كاين واحد تقل على عنقك خاصك تحيدو عليك باش تلوحو لشي حد اخر والسلام. خصوصا انهم سمعوا مثلا انه كيكون في اوروبا، فعندهم اوروبا هي الحلم ديال بزاف ديال الناس، فبالتالي هاد البنت غادي تصوفها مثلا اجي نزوجوها، ماشي مشكل يطلقها من بعد، ماشي مشكل مثلا تمشي وما ديرش الوراق ولا شي حاجه، هو غايدير لك الوراق باش كطلعي، ولكن راه مور كاع ما طلعي يقدر يحيدوا لك داك الوراق، يقدر بزاف ديال الامور كيوقعوا امور وما ما عندهمش مشكل من داك الناحيه. المهم هو انها كيف كيقولوا تقطع البحر لهيه، وديك الساعه اللي بغات توقع. فهما وافقوا مباشره على زواجي وما هضروش معايا انا، ما لا العائله ديالي لا الناس اللي كنخدم عندهم، حتى حد ما قال لي والو، ما عرفت انا متى الاخرين مشاو عند والديا، ما عرفتي والديا متى جاوهم هادوك متى تكلموا في الموضوع، الله اعلم متى داروا هادشي كامل، والله ما سقط لي الاخبار. المهم انا واحد النهار كنت خدامه ما بيا ما عليا حتى كيصوني عليا الوالد، قالوا فلانه في الكاينه، قلت لها انا كيف العاده راني خدامه وهكاين، قال لي يلاه اجي للدار دابا راه كاينين شي ناس غادي يجيو بالليل غادي يشوفوك. كيفاش غادي يشوفوني؟ شكون هادو؟ واش بغاو هذا وهذا؟ قال لي الناس كيقلبوا على زواج لولدهم وهكاين يلا جري دابا، ما تزيدي لا كلمه لا حرف، جري دابا للدار، دابا تكوني في الدار. صافي داكشي اللي درت، حطيت كامل داكشي اللي في يديا وهذا مشيت لدارنا. مهم لبست حوايجي قديت راسي وصافي، ماشي حبا انما حيت صافي غيجوك ناس راه ما يمكنش تخرج عندهم بهدل ولا شي حاجه، نورمال تقدي راسك عادي، ماشي مزوقه ولا شي حاجه، لا الا ما قديت راسي عادي. فجاو الناس استقبلوهم الاهل ديالي، هضروا معاهم، تفاهموا معاهم، تفاهموا في كل شيء الامور. والناس اللي خطبوني ماشي احسن منا ماديا، هو هما حتى هما الوضع ديالهم عادي جدا، ولو ان مثلا الابناء ديالهم خارج الوطن او غيرها، ولكن الوضع ديالهم عادي، ما عندهمش شي حاجه اللي كبيره ولا. مهم هضروا تفاهموا مع العائله ديالي، شافوا الناس بساط على قدهم بحالهم، عجبهم الحال، فرحوا بزاف، قالوا الوالديه بلي هذه صافي هي اللي بغينا. الراجل قالوا لي عندك واحد الخمسة دقائق حتى 10 دقائق هضر مع البنت، تفاهم معاها، ما تطولوش بزاف. قولي داكشي اللي قول لي داكشي اللي بغيتي تقول دغيا، هي راه ما عندها حتى شروط هذه بعدا قالها الاب ديالي مباشره، السيد قال لي هي ما عندها حتى شروط، انت قول داكشي اللي عندك دغيا وما تعطلش معاها وزيد خرج. وصافي هو دخلنا هضر معايا لاباس بخير، شنو كديري، شنو درتي، واش قابله تزوجي، واش مستعده انك تخوي البلاد، واش هادي واش كتعرفي طيبي، واش. انا ما عقلي بحال مرفوع، كنقول اللي كيسولني عليها كنقول ليه ما كنقدرش نتفاعل، ما كان انا كلي اصلا كنترعد، ما قدرتش حتى نطلع فيه وجهي زعما نشوف وجهه نشوف كي داير ولا شي حاجه بحال هكا، ما قدرتش كاع نهائيا. ما عمري انا هزيت عيني مثلا في شي حد، ماشي شوف ملي كتقرا راه نورمال كتشوف الناس، نورمال كتشوف قدامك، ما يمكنش عاوتاني تدخل راسك في الارض باش ما تشوف، ولكن ملي كيجي عندك شي حد مثلا لداركم راه ما كتقدرش تهز راسك بشي حد ولا شي حاجه بحال هكا. هذاك الشيء اللي وقع لي، ما قدرتش نهز فيه راسي، ما قدرتش نشوف مثلا مزيان ولا شي حاجه، واخا كيقول ديك النظره الشرعيه، ولكن ديك النظره الشرعيه المهم شوفها ما كتكفيش في شخص، كتشوف دغيا تحط في وجهك ولا عينيك صافي
ما كتشوفش مزيان، مثلا تشوف الشخص، تشوف تقرا حروفه، تقرا عينيه مثلا. راه اكثريه عيني الانسان كتقراهم كتعرف داك الانسان واش زوين ولا خايب، ولكن حتى كطول فيه الشوفه شويه، ماشي غير يشوفوا ونزل عينيك وصافي. فالمهم هي هذيك تقريبا واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه كاع. المهم سولني كاع الاسئله اللي بغى يسول. انا صافي الصراحه كنت كنقول غير صافي خرج. قال لهم بغيتها. المهم الوالدين ديالو فرحوا، الوالدين ديالي فرحوا. قال لهم الوالد انا ما عنديش البنت اللي كدور، ما عنديش البنت اللي كتمشي عند الناس، ما عنديش هذه ما عنديش هذه، بغيتو تزوجوا ما تفوتوش سيمانه، جيتوا في سيمانه مرحبا بكم، ما جيتوش في سيمانه الله يعاونكم. قالها لهم مباشره. فصافي داكشي اللي دار الغد ليه. قال الوالد ديالي لا ممكن وجدوا الوراق وهذا وداكشي. هما مشاو اصلا في الاول ملي قال لهم هكا ما قالت حتى حاجه، ضربوا الطم ومشاو بحالهم. قالوا صافي الله يسخر الامور، نمشيو نتفاهموا مع بعضياتنا نشوفوا اش نديروا. صافي الغد اللي كما قلت لكم صون عليه قال ليه واش قال ليه واش زعما مستعدين تكدوا لينا الوراق، راه بغينا ان شاء الله نديروا لاكت. صافي قال لي الوالد ديالي نستعدوا حنا اصلا هادشي اللي بغينا. فقال لي صافي وجدوهم لينا ان شاء الله باش بعد غدا، الا وجدوا اليوم بعد غدا ان شاء الله نديروا لاكت، الا ما وجدوش دابا راه حتى السيمانه الجايه عاد نديروه. قال لي الوالد لا صافي راه حنا عندنا هاد الامور الاداريه دغيا دغيا بفي كيديروها الموظفين في هاد الجامعه اللي حنا فيها. داكشي اللي دار الوالد، هزني دارني فوق الموتور زاد. كندوروا على الجامعات، زيد من هنا قد هاد الورقه قد هادي قد هادي قد هادي، سير المحكمه خذ هاد الورقه هادي خذ هادي. وصافي جمعنا داكشي كامل، شهاده طبيه ديك شهاده الحلول من الامراض المعديه وقيله وداكشي. المهم قديناهم صافي. ملي داز نهار يعني ماشي الغد ليه انما ثاني يوم من بعد ما قدينا الورق مشينا درنا لاكت. وسبحان الله المهم تيسرات فيه الامور. ولو انني انا شخصيا ما مرتاحاش في الزواج، ما مرتاحاش للشخص، ما مرتاحاش لهاد الامور، ولكن كان مفروض عليا انني نتزوج. واخا ما نقبلش راه ما عندكش، ما كانتش عندي الفرصه مثلا فين نرفض الزواج ونقول انا باغا نفرض راسي، باغا نمشي نخدم، باغا نمشي مثلا نصوفي راسي، باغا نمشي لراسي، باغا ندير شي حاجه لراسي. ما كايناش هاد المساله هذه ديال انك تهضر على راسك بزز عليك. خاصك تزوج اذا خاصك تزوج، خاصك تقبل اذا خاصك تقبل، ما كايناش شي حاجه سميتها لا ابدا، ما كايناش. صافي داكشي اللي كان. المهم كما قلت لكم صافي درنا لاكت والديا زعما عجبهم الحال، فرحانين في نظرهم بنتهم غتصوفى، في نظرهم بنتهم صافي سهل عليها الله. مشينا نتغداو عند السيد اهله، داروا الغداء ديال هذا ديال اسمو ديال زعما العقد. داك الغدا مازال ناض صداع بيناتنا، داك الغدا مازال ناضت فيه الروينه، ناضوا فيه مشاكل، تخربقات فيه الوقت. ومع ذلك انا بكاوني فيه، انا ظلموني فيه، تظلمت فيه بزاف، ولكن تستمر الحياه. مع ذلك عاود سكت، انا رجعتها لقلبي، سكت صبرت، قلت صافي هادشي اللي عطا الله عندي ما ندير. صافي الوالد كيقول لي راه هذا هو الزواج، هذا هو الزواج. الزواج هو وقت ما كانت شي حاجه ما ديريش بزاف ردة الفعل، تصبري قبلي على خبزتك، ما عرفتش داكشي كامل كيقول، ولكن مهم شي امور بحال هكا. فكما قلت لكم ما كانش عندي فرصه نرفض. خوتي ماشي من النوع اللي مثلا غادي تشكي عليهم يواسي وكيقول لك لا خصك دير داكشي اللي بغيتي، لا خصك تختاري اللي بغيتي، لا خصك مثلا تزوجي باللي بغيتي، لا خصك تعبري على رايك ولا هذا. لا خوتي انا ماشي من داك النوع. خوتي الا ما حطموكش ما يطلعوكش. ايوا خواتاتي خلاص صغار، هما ما كيفهموش اصلا، ما عارفينش كاع شنو كاين ولا شنو داير. هما في بالهم عرس غيكون في الدار، في بالهم غيلبسوا قفاط وتكاشط غيفرحوا وينشطوا، داكشي اللي في راسهم هما، يعني ما كيفهموش في شنو كاين وشنو واقع. فكما قلت لكم خوتي اللي مفروض انهم مثلا يساندوني، بالعكس الا ما تزوجتيش يعني انت كتعرفي شي واحد، الا ما قبلتيش عليه يعني انت عينك زايغه، يعني انت ناويه على شي حاجه خايبه، يعني انت ناويه على خزيت، يعني انت. لدرجه ان واحد من خوتي قال لي اقسم بالله العلي العظيم انك الا ما قبلتيش غادي نقول للاب ديالي انك درتي واحد الحاجه اللي ما عمرك مثلا درتيها، اللي حاجه ما عمرك درتيها، نقول لها انا درتيها، راه يقول لي صافي دارتها. حيت كما قلت لكم الوالديه انا كيسمعوا الهضره ديال الناس بزاف. حتى شي حد يقول لهم بنتكم خايبه، صافي بنتهم خايبه، ماشي زوينه، صافي قالها لهم شي واحد. ماشي ما تمشيو يتاكدوا باش يعرفوا واش فري خايبه ولا زوينه ولا واش كاينه شي حاجه ولا ما كايناش. لا خايبه اذا خايبه. طلعت لشي بلاصيطه، طلعت لشي، هبطات للوادي، هبطات للوادي، مشات لهيه الخلا، اذا مشات للخلا صافي، حيت قالوها الناس راه كاينه. فقال لي داك الاخ ديالي انا الا مشيت قلت ليه راكي خايبه غادي يعرف انك خايبه 100%، وغادي تشوفي شنو غيدير لك. الحاجه اللي غادي يدير لك غيكون ما عمرو دارها لشي حد اخر، او بمعنى اخر العصا اللي غتاكلي محال واش كلاه الطبل نهار العيد. فصافي انا كما قلت لكم ما عنديش قرار باش مثلا نقرر ييه لا صافي مجبره تقولي هي قالك قولي لا. صافي انا قلت واخا صافي داز كلشي. مهم درنا كما قلت لكم لا توقع المشكل مع العائله ديالو من النهار الاول. المشكل وقع ليا انا عاوتاني، بحكم ان العائله ديالو فيه خواتات، فيه
فيه بنات اللي غاروا من خوهم من واحد المراه دخلها يلا نهار الاول فرحوا بعدا بها غير سيمانه، فرحوا بعدا بغير بديك السيده اللي دخلت معاكم، ديروا غير ضيفه داك النهار ومن بعد ديك الساعه ديروا اللي بغيتوا، ولكن هما منوضوها من النهار الاول، من النهار الاول مثلا على الصداق. نقول لكم انا نوضوها عليه على الصداق، علاش؟ عطاني 4000 درهم في الصداق، قال لك لا خويا غليتي الصداق غلات عليك، علاش كاع تعطيها 4000 درهم في الصداق؟ انا اقسم بالله ما تشرفت عليه نقول ليه مثلا اعطيني القد ولا زعما والديا ديجا هضروا معاه فيه، لا ابدا. وصلنا لعند العدول قال لنا علاش شحال اتفقتوا في الصداق؟ قلنا ليه حنا ما هضرناش على الصداق، ما تكلمناش عليه. قال لي شحال بغيتي؟ قلت ليه انا ما عنديش شي ثمن معين. صافي قال ليه الراجل شحال بغيتي تعطيها؟ قال ليه نعطيها 4000 درهم. صافي خواتاتهم اللي ساقوا الخبار نكح العيون، والمراه بغات تسيزيه من النهار الاول، جات تاكلو صافي داكشي علاش نوضوها معايا اصلا، ولكن انا ما ديت ما جبت، انا ما عنديش سوق في داكشي، خصوصا انه زعما قال لهم لا راه انا اللي بغيت نعطيها لا هذه لا هذه. ايوا وهنا نقول لكم مشات قصتي من واد لواد، وهنا خليتكم انا مع الناس الجواد. حتى المره اخرى ان شاء الله، مره اخرى جايه فيديو اخر مقبل ان شاء الله. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.